مساء الفل. اختيارات فيتوريا لأمم أفريقيا للمنتخب. ناس كتير طلعت تتكلم عن ياسر إبراهيم وياسر إبراهيم وياسر إبراهيم. هي الاختيارات مبدئيا كده ما فيهاش حاجة فجة يعني، أو في ظلم فج لحد من اللعيبة يعني. يعني مفيش لعيب تقدر تقول إيه ده اللي يشيل الدفاع مثلا، ده اللي يشيل الهجوم وما راحش، ده اللي يشيل خط النص وما راحش. يعني لو تتكلم هتتكلم على ثلاث لعيبة، تتكلم على ياسر إبراهيم وتتكلم على دونجا وتتكلم على رمضان صبحي، التلاتة. طيب، ياسر إبراهيم فروق يعني، فارق شاسع مثلا بينه وبين احمد سامي، بين محمد عبد المنعم، بين احمد حجازي، بين علي جابر، من الناس دي كلها. لا، هو علي جابر اصلا ما اعرفش هو اتاخد ليه. يعني مبدئيا علي جابر ده اصلا في الجلاش خالص يعني، فانا ما اعرفش هو علي جابر متاخد ليه. لكن بسيط هو مثلا واحمد سامي وعبد المنعم وحجازي، هو ممكن كان يخش على حساب علي جابر، بس ما فيش الظلم الفج او فرق في المستوى الفظيع اللي نقدر نقول عليه انه ايه، اتظلم ظلم جامد يعني. نفس الموضوع برضو بالنسبه لدونجا. دونجا، محمود حماده، نني، حمدي فتحي، مفيش برضو الفرق اللي تقدر تقول عليه ايه مثلا، ايه ان دوانجا ده كان هيشيل خط نص، كان يعمل طفره في خط نص. نفس الكلام برضو هو رمضان صبحي ومرموش، الاتنين خربانين. فكده كده الاتنين مش يعني، الاتنين كده كده خربانين يعني. نتمنى ان شاء الله يعني يلاعب تريزيجيه يا يلاعب زيزو. لكن مرموش وزيه زي رمضان صبحي الاتنين في الجلاش. فكمجمل اختيارات هو اختار يعني، بالنسبه لاختياراته كلها صح. في ناس متاخده كمالة عدد، ده اكيد ده اكيد ده اكيد. طول عمرنا في اي بطوله في لعيبه متاخده كمالة عدد، زي احمد الشناوي مثلا حارس المرمى بتاع بيراميدز متاخد كمالة عدد. في لعيبه كتيره متاخده كمالة عدد. فاختيارات كويسه. نتمنى بس ان المنتخب يعني يمسك نفسه ان شاء الله كده، ويقدم بطوله كويسه في افريقيا ان شاء الله، ونكسبها باذن الله. شكرا.